وحشكوش هو هتلر ما وحشكوش. يلا يلا بص يا حبي، الفيديو ده كده كده من غير مقدمه، فانا عايزك بقى تصلي على النبي كده وتروق معايا علشان اجيب لك النهارده نسخه نهايه المجال. وعايزك تعذرني على التاخير لان يعني اخوك الفتره اللي فاتت دي كان بس عنده مشكله كده، وحرفيا يا اسطى انا كان صوتي رايح تمام، فما كنتش قادر ان انا اصور. والفيديو اللي انا يعني اللي انا بصوره حاليا ده تمام، اللي انت هتتفرج عليه دوت اتصور يجي 8 مرات قبل كده تمام. كل دي يعني دي اول مره انا اعملها تمام. كل ده بسبب ان انا كنت تعبان الفتره اللي فاتت، فما كنتش قادر ان انا اصور تمام. بس عامه مش هينفع نطول اكتر من كده تمام. وطبعا كله نزل النسخه القديمه اللي بقى لها 4 ايام او 5 ايام، النسخه اللي قبل دي على طول تمام. فجايب لك المره دي بقى التحديث بتاعها تمام. وطبعا احنا مكملين في سلسله واتساب ميكس تمام، هتكون دي السلسله بتاعتنا تمام. تمام، وجايب لك المره دي بقى نسخه بلون تاني طبعا، لان انا بقالي 3 مرات بنزل بنفس اللون اللي هو اللون الاحمر تمام، عشان لون اللوجو بتاعي وكده، انا بحب اللون الاحمر عامه. المره دي جايب لك النسخه باللون الازرق ونسخه في الروقان منه، وفيها كل المميزات اللي انتوا كنتوا عايزينها، وضفت فيها عكس رسائل وكل حاجه زي ما انتوا كنتوا عايزين تمام. فانا عايزك بقى تصلي على النبي كده وتروق دماغك، ويلا بينا نخش على الفيديو على طول. وطبعا بالنسبه لطريقه التثبيت والكلام ده كله تمام، يا ريت ما تقدمش في الفيديو علشان هنزل باسورد مكون من 6 ارقام، هنزله على الشاشه رقمين في رقمين في رقمين. فركز في الفيديو ما تقدمش فيه علشان تستفاد وعشان تاخد الباسورد تمام. انا بحط الباسورد لاجل ان انت تستفاد من الفيديو ولا اكتر ولا اقل تمام. تمام. واي حد هيكتب الباسورد في الكومنتات هخش اشيله واخليه ما يكتبش كومنت تاني، الموضوع عادي يعني وسهل تمام. تمام. بالنسبه لطريقه التثبيت من على الزي ارشيفر والكلام ده، انت بتخش تقفل الحاجه بتاعت جوجل تمام، وبعديها بتخش عند قناه التليجرام، بعد ما بتنزل نسخه بتدوس عليها. طبعا انت بتكون منزل التطبيق اللي هو الزي ارشيف ده من على المتجر تمام. بعد ما بتدوس على النسخه تمام، بيظهر لك فتح باستخدام الزي ارشيف والكلام ده. لو ما ظهرلكش فتح باستخدام الزي ارشيف، بعد ما تنزل التطبيق خش عليه وتدوله صلاحيه التخزين تمام. تمام. هتدوس عليها تجيب لك فتح باستخدام الزي ارشيف، هتدوس عليها هتلاقي النسخه قدامك. هتدوس على النسخه، بص هوريها لك كده على السريع تمام. بص يا اسطى، انت مثلا دوست على النسخه وجاب لك فتح باستخدام الزي ارشيف تمام. ثواني كده اجيب لك اي حاجه بس من الارشيف عندي. هتلاقي مثلا بالمنظر ده تمام. هتلاقي النسخه قدامك مقفوله، ثانيه واحده كده. ايه كل ده ايه كل ده تمام. هتلاقيه بالشكل ده كده، بس هيبقى مقفول. اول ما تدوس عليه وتدوس كلمه تثبيت هيظهر لك باسورد تمام، مش هيظهر لك تثبيت على طول تمام. تمام. هتحط طبعا الباسورد اللي هو انا هنزله لك على الشاشه ده. وكفايه كده بقى، هري وتعالى اتفرج على النسخه عشان انا مش هطول في الفيديو اصلا تمام. يلا بينا نخش على النسخه. انت طبعا النسخه دي هتنزل فوق النسخه القديمه تمام، ومش هيظهر لك اي مشكله في التثبيت ولا حدث انهيار ولا الكلام ده كله تمام. ولو ظهرت لك المشكله دي ارجع نزل النسخه اللي هي الاولى تمام، اللي هي تعتبر الاكتيفيتور بتاعت دي. لما تنزل النسخه الاولى تمام، هتيجي تشغل على الرقم وتقوم حاطط على طول التحديث ده فوقيها تمام. تمام. طيب تعالى بقى كده نخش على النسخة. أول حاجة عندك هنا الدردشات، المجموعات، التحديثات، المكالمات، المجتمعات تمام. 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 عندك هنا طبعا هنا الباسورد، وهنا الواي فاي قصدي اللي هي وضع الطيران، وهنا اللايت مود والدارك مود، وهنا وضع الشبح. أنا بس بحب أشرح على الدارك مود، الدارك مود رايق تمام. تمام. طيب عندك هنا اللي هي وضع الشبح والشات الجديد واللوجو والكلام ده كله والضبط ده كله عارفينه تمام. وعندك هنا طبعا ده البرايفسي تمام. تمام. خش بقى على الثلاث شروط هنا تمام. عندك هنا الخصوصية اللي هي كلنا عارفينها، اخفاء الظهور بقى وظهر نقشات الحاله ورساله محوله، تعطيل منع حذف الحالات بقى وصحن الاستلام وجرة القصات اللي احنا عارفين كلنا عارفينها تمام. انا بس عايز اختصر معاك في الفيديو تمام. خش على بقى تحديث جي بي واتساب تمام. لو دوست عليها كده تلاقي عندك من الموقع الرسمي من قناه التليجرام تمام. انا دخلنا على الموقع الرسمي كده، هيدخلك عندي على قناه اليوتيوب بتاعتي تمام. خش ارزع الاشتراك بتاعك الرايق كده تمام، ولايك على الفيديو. صدقني لو قلبت في القناه هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك، كل فيديو يعني والله العظيم فيديوهات اسطوريه تمام. فانت خش اتفرج يا حبي، مش خسران حاجه تمام. احنا خلاص يعني 1270 قربنا ان شاء الله على 1000 ونص مشترك تمام. ولو دخلت كده مثلا تحديث من قناه التليجرام تمام، هيدخلك على قناه التليجرام بتاعتنا تمام. هناك انا باخد رايكم في كل حاجه وبنزل. انا اهم حاجه عند الريتش، لما انا بشوف تفاعل بنزل. وان شاء الله كده ادعوا كده عشان نكسب الماتش بتاع السنغال ده النهارده. انا سايب، تخيل ان انا سايب الماتش دلوقتي واخد بالك انت من الوقت واصور لك في الفيديو، فيا ريت شويه تقدير تمام. تمام.
نخش بقى نتفرج على الاضافات كده. خش على المطروشات هنا، تمام، زي ما انت شايف شكل البرافيس الرايق. فانت اظن اول ما شفت ديت كده انت عرفت ان النسخه دي نسخه جي بي مطرشه. خش يا باشا على المطروشات، تمام. عندك هنا حول التطبيق، تمام، زي ما انت شايف كده ده اخر اصدار فل قلبي. وعندك هنا اليوتيوب واضافات هتلر، حاجات جديده، المستند، تزويد مشاهدات الستوري والمميزات وتغيير شكل النسخه بلس اضافات طرش. وعندك هنا خلي النسخه ايفون. وعندك هنا تكفيك وقت الريكورد ونسخه احتياطي، تمام. تعال نخش على اضافات هتلر كده. ثواني. منشن جماعي وشغال عليا الطلاق شغال، تمام. ورابط مشبوهه تحت الايقونه الجيف، تحت الايقونه الجيف على الصفحه. انظر المنيات او ياخذ منك ادمن، تمام. عندك هنا الغير الملتقات تقريبا 75 من النص، عربي مكافحه الكراك، نص مضاد للكسر، مضاد اتروسو في 1، تمام. وعندك هنا اخطاء مكافحه التباطؤ لو النسخه بتاعتها معاك. عندك تغيير لون النص، تمام، تغيير النص 2، تمام، مضاد للكسر، تمام. وعندك علامه فوريه ورساله منتهيه الصلاحيه. ده بيظهر لك الرساله منتهيه الصلاحيه، يعني لو واحد بعت لك رساله ورساله متشفره او منتهيه الصلاحيه بتفعلها وبتظهر معاك. والغاسل من الحشرات طبعا كلكم عارفينه. وعندك عليه نسخه مكالمه فعل واحرق اي حد بمكالمه، تمام. وعندك هنا مضاد عالمي للتخلف، تمام. وعندك هنا كتالوج الحلقه، ابعت اي حد، ابعت رساله لاي حد بعد ما تفعل الزرار ده هيظهر لك ان انت بعت له اذا عندك ان انت بعت له رساله عادي، تمام، بس هتوصله على هيئه فيروس كتالوج، تمام تمام. عندك قصه نص في الشات، محصن ضد الاستجابه، الغاء الاتصال، الغاء جهات الاتصال 41 64، والغاء تاخير التي تي سي، تمام. وعندك تلقى الملء وصفحه ويب دائريه او تعطيل رابط ال HTTPS. وعندك هنا رون الرابط، تمام. شويه اضافات بترشح بمعنى الكلمه، تمام. لو شايف ان انا بتكلم بسرعه شويه ابطئ الفيديو عشان انا بس عايز اكسب وقت في الفيديو، تمام. وعندك خش على حاجات جديده، عندك وثق رقم الحظ، تمام، هتشوف علامه التوثيق دلوقتي. وعندك اظهار مجموعه ملصقات وفعل بلس اعكس بلس طاير. وانا هشغل الزرار قدامك اهو، تمام. وهوريك برضو اثبات ان الزرار شغال، تمام، عشان كده، تمام. وعندك الغاء الموقع، تقليل التخزين عشان المساحه. وعندك هنا واجهه مستخدم الجهاز المناعي. وعندك هنا تجاوز تاخير الاشعارات، تم تعادل التوجيه عدة مرات، إخفاء الرقم اللي مش متسيب، ده بيخفي الأرقام. يعني مثلا لو في الدردشات ولاقي في أرقام عندك مش سايبها ده يخفيها، تمام. وعندك توقف على وجه الدردشات وحد أحرف الاسم، حد شخصية الدولة، تمام. وعندك رسائل غير مقروءة والصفحة الرئيسية لمكافحة التباطؤ، تمام. وضع الدفاع وعدم استلام الصور وصور بالذكاء الاصطناعي، تمام. خش يا باشا كده على المستند، تمام. عندك ازاله عنوان المستند والغاء المستند، تمام. وعندك هنا تنظيم شهادات الستوري واحد، ارفع نفسك ادمن تلقائي، زائد شهادات الستوري، عرض الروايات واحد واثنين وثلاثه، تمام تمام. عندك هنا مميزات، عندك تعطيل الصوت، قفل الواتساب عند استلام فيروس، ده بيقفل النسخه معاك تلقائي اول ما حد يكرش لك ويبعت لك فيروس، تمام. خطأ في مكافحه التعطيل، كراش بالدعوه، تقدر تكرش على اي حد بس ان انت تعمل له دعوه. عندك ضد الريبوتات الجديد اللي هو بتاع 2024، وريبوت مضاد الاخطاء وعربه ما علينا، تمام. وعندك هنا ضد جميع انواع الحظر. وعندك هنا عوائق انهيار المناعه، لو النسخه بتجيب لك انهيار وكده بعد ما تشغلها فعل فعل الزر ده. وعندك هنا ضد اخطاء وده ملوش لازمه. وعندك هنا الغاء تعطيل السي تي تي. وعندك هنا تعطيل بسيط لمكافحه الاخطاء، تمام. تغيير شكل النسخه بس تفترش، تمام. دي كلها حاجات لتغيير شكل النسخه بقى والالوان والتعديل عليها واللازم منه، تمام. وهنا عند خلي شكل النسخه ايفون، تمام. وعندك هنا تفكيك وقت الريكورد لوحايد واثنينات وثلاثات واربعات وخمسات، كلكم عارفين الكلام الفاضي دوت. وعندك طبعا الناس الاحتياطي، تمام تمام تمام. كده احنا فرتكنا النسخه حرفيا في كلمتين، تمام تمام. طبعا عندك هنا ردة جدولة الرسائل وردة تلقائي، إعادة تشغيل واتساب، رسائل رقم غير محفوظ، تمام. رسالة جماعية للمجموعات والإعدادات إدارة الكل، تمام. عايز أقول لك برضو رسالة رقم غير محفوظ هنا شغالة برضو، فاهم. ارجع كده، النسخة بتجمع على طول، فاهمني. مش زي لأن لما نزلتها قبل كده كانت النسخة ما بتجمعش. اكتب أي رقم أهو، خش شات زي ما انت شايف النسخة دخلت معايا تمام. وادي عندك يا باشا، دي أول خلفية فيديو، تمام. حاجه في الرايق منه، انا بطلت احط الخلفيات اللي هي بتبقى فيها حركه كتير عشان بتزغلل يعني. انا بنفسي جربتها يعني كانت بتوجعني منها، تمام. وده تاني خلفيه فيديو، حاجه تموت. ودي تالت خلفيه فيديو، تمام تمام. عندك يا دوست، عندك ده النص التفجيري وده النص التفجيري، وعندك ده اللايك والقلب والايموشي وتحديث النسخه والكاميرا. بص، دوست كده على النص التفجيري، احنا مفعلين عكس صح كده.
يا رب بس تكون اقتنعت ان العكس شغال. تمام. تمام. وعندك طبعا الترجمه والكلام ده كله ماشي. وبس كده. وطبعا لو دوست على كلمه درشات دي فوق، لو عايز يعني تعمل باسورد بقى وتخفي شتات والكلام ده. تمام. وطبعا ممكن تفصل المجموعات عن الشتات والكلام ده. بس انت كده تعتبر كل حاجه في نسخه تمام معاك. تمام. فاضل عندك هنا السمات، لو عايز تعمل سيم، والاعدادات العامه تمام اللي هو بتاع الستايل والشكل. تمام. والاشعارات بقى والكلام ده. تمام. اشعار ان اي حد يعني لما حد يبقى متصل يظهر لك اشعار، ولما حد يجي يكتب عندك في الشات. تمام. ولما حد يشوف الستوري. وعندك هنا الويجت. تمام. وعندك هنا التحديثات. تمام. لو دوست البحث عن التحديث هنا، انت كده كده اصلا معاك اخر تحديث. تمام. وعندك هنا حول التطبيق. وبس كده. وعندك طبعا ايه مشاركة هتلر المكسيكي. تمام. بس كده يا عم، دي كده هكون خلصت لك فيديو النسخة. وعايز اقول لك ان الباسورد نزل، 3 ارقام نزلوا قدامك في الفيديو. فلو ما شفتهمش يا اسطى ارجع، وما تتعبش نفسك وتخش تكتب في الكومنتات، او تخش تكلمني تقول لي عايز الباسورد، لاني مش هدي لحد الباسورد. زي ما انا يا اسطى بعمل الفيديو مقدرك يا اسطى، انا بصور لك يا اسطى في ماتش نار شغال دلوقتي. تمام. فزي ما انا عملت الفيديو قدرتك، انت برضو قدرني. تمام. وبس كده، هم 10 دقايق يعني مش حكايه. تمام. يعني انا بتعب يا صاحبي على النسخه ديت. تمام. انا بتعب عليها. ممكن اخد لي مثلا يوم يومين شغال عليها، وتصوير ومونتاج وبتاع. يعني انت مش هتخسر حاجه لما تديني 10 دقايق من وقتك بلايك وكومنت حلو. فاهمني؟ لايك وكومنت حلو، والاشتراك اللي انت 4 ضغطات هتعمله مع الشاشه. تمام. انا بقعد بضغطهم في الثانيه دول. فاهمني؟ فيا ريت تقدير يا حب، لان بصراحه القناه ما بقتش جايبه. اما اخر فيديو جايب 30 لايك و30 كومنت، ايه يا جدعان؟ و500 مشاهده. فحرام بمعنى الكلمه. مش كده يعني. وبس كده. طريق السلام انت.